السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عايزين حاجة سهلة وسريعة وطعمها بجد يجنن يبقى لازم تجربوا الوصفة دي. حلى البسكويت البارد ألذ حلا ممكن تاكله. المكونات أغلبها بتكون موجودة في البيت ومن غير مجهود ولا تضييع وقت، وفي 10 دقايق هتكون متحضرة. وحتى لو في مجهود أو تضييع وقت طعمها بجد هيغني عن تعبها. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا متنسوش تعملوا لايك ومتابعة، ولو حبيتوا الفيديو قوي يبقى لازم تعملوا شير. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا على بركة الله. انا معايا صينية بالشكل ده، بتكون بتتفتح من الجنب، ومعايا صينية كمان مدورة وده الافضل يعني، ومعايا اي نوع بسكوت تحبوا تستخدموه. انا البسكوت ده لقيته كان طعمه حلو فاحنا نقدر نستخدمه، او نستخدم اي بسكوت المتاح عندنا. ويكون مستطيل، يا ريت شكله يكون مستطيل لان طبعا المدور مش هينفع في الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنبدأ بقى نرصه في الصينية ونملى كل الفراغات. وطبعا عشان الصينية بتاعتنا مدورة والبسكوت بتاعنا مستطيل فالبسكوت مش هيقدر يدخل في بعض الأماكن، فنقدر نقسم البسكوت كده ونملى الفراغات بتاعتنا. المهم نملى الصينية كلها بسكوت، لأن الطبقة اللي تحت ديت بتشيل الطبقات اللي فوق، فدي مهمة عشان كده، دي أهميتها. بس فعادي خالص إن هي ما تكونش متساوية. تاني حاجة بقى معانا حلة، هنبدأ ننزل فيها ب90 جرام من السكر بما يعادل 6 معالق كبار، ومعانا كمان 30 جرام من النشا بما يعادل 3 معالق كبار، ومعانا كمان 30 جرام من الطحين أو الدقيق و30 جرام من الكاكاو الخام. نبدأ نقلبه مع بعض كده. وياريت كمان هنا الوصفة دي نستخدم الجرامات لأن الجرامات هنا أدق، وعشان تطلعوا الوصفة مظبوطة تبقى لازم تستخدموا الجرامات. ومعانا كمان اللبن، معانا 600 ملي من اللبن أو الحليب زي ما بتسموه. هنبدأ بقى ننزل بيه شوية شوية كده ونبدأ نقلب، والخطوة دي مهمة عشان ما يحصلش أي تكتلات خالص وكل الخليط يمتزج مع بعضه كويس. هنبدأ ننزل بالحليب شوية شوية زي ما انتم شايفين ونقلب. ده كل ده على البارد قبل ما نروح على النار. وبعد بقى نتأكد ان الخليط امتزج كويس مع بعضه ومفيش اي تكتلات، يبقى نبدأ نروح على النار. على نار متوسطة كده هنبدأ نقلب في الخليط كويس جدا، والتقليب المستمر طبعا عشان احنا حاطين نشا ما يكونش في اي تكتلات. الخطوة دي مهمة جدا. بعد بقى فترة بسيطة كده من التقليب المستمر هنحط حاجة تانية. معانا فانيليا، فانيليا سايلة او فانيليا بودر، الاتنين ينفعوا، بس انا حبيت استخدم البودر هنا في الوصفة دي. هنبدأ نقلبه كويس. اول بقى ما نشوف ان هو وصل للقوام ده، القوام الكريم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، او قوام المهلبية بتاعتنا، هنبدأ ننزل ب20 جرام من الزبدة. وطبعا هنكون طفينا النار، خلاص طفينا النار. وهنبدأ بقى نقلب الزبدة. طبعا الزبدة من سخونية الخليط بتاعنا هتدوب وهتديله قوام كريمي اكتر. هنروح بقى نبدأ نصبها كده في القالب بتاعنا. زي ما انا قلتلكوا القالب البسكوت اللي تحت بيكون طبقة حامية للطبقات اللي احنا بنعملها فوق، فمش مهم ان هي تكون مكسرة ولا فيها مشكلة خالص. هنبدأ ننزل بكل الخليط كده. هو كان تقيل شوية بس انتوا ممكن تخففوه عن كده او تقلوا اكتر عن كده، مفيش مشكلة. بقى نسوي الطبقة كده، ولو الطبقة كتلت اوي معاكم ممكن تخففوها بلبن، بس هي ما تخافوش هي هتبقى حلوة يعني حتى لو اتكتلت معاكم. هنيجي بقى لتاني طبقة، هنعملها طبقة فانيليا او طبقة بيضة، بس معانا برضو نفس الجرامات ونفس المقادير بتاعة الطبقة الاولانية. 30 جرام من السكر و30 جرام من النشا، 30 جرام من الدقيق او الطحين زي ما بتحبوا تسموه. كمان عليهم هنبدأ نقلبهم كويس الاول، وعليهم كمان 600 جرام من الحليب او 600 ملي يعني. ونبدأ نقلبهم كويس. طبعا هننزل شوية بشوية زي ما احنا قلنا، ننزل شوية بشوية عشان الخليط بتاعنا ما يتكتلش. نبدأ نقلب الخليط كله مع بعض.
بعد برضو ما اقلبهم كويس واحس ان كل الخليط امتزج مع بعضه، هنروح على النار. هندخل كده على النار، على نار متوسطة، ونبدأ نقلب في الخليط كويس. طبعا زي ما احنا قلنا ان التقليب المستمر ده مهم، لان احنا حاطين نشا، مش عايزين اي تكتلات في الخليط خالص. هنفضل نقلب زي ما انتم شايفين كده على نار متوسطة اقرب للهادية. بعد ما نقلب شوية كده هنبدأ ننزل بالفانيليا بتاعتنا، لان الطبقة دي اصلا طبقة فانيليا، فاحنا هننزل بشوية من الفانيليا، باودر او سايلة، اي نوع فانيليا تحبوا تستخدموه. في ناس بتحب تستخدم السايلة، وفي ناس بتحب تستخدم الباودر اللي تحبوه. هنبدأ نقلب برضو كويس. اول ما الخليط بتاعنا يوصل للشكل ده هنقفل النار، ونبدأ ننزل بالزبدة بتاعتنا، 20 جرام من الزبدة او قطعتين من الزبدة. هنبدأ نقلبه. طبعا من سخونية الخليط بتاعنا الزبدة هتدوب في ثانية، مش تاخد وقت خالص، ومش تحتاجة كمان تفتح النار. القوام بتاعها كريم ازاي، وقوام اخف كمان من الطبقة الاولانية. احنا قلنا لو اتقال عن كده مفيش مشكلة، لو عايزة تخففيه ممكن تخففيه بلبن. ننزل بقى بالطبقة التانية على الطبقة الأولانية كده. طبعا أنا حطيت الطبقة الأولانية في التلاجة لحد ما خلصت الطبقة التانية، ونبدأ نطلعها. ودي خطوة مهمة برضو. هنبدأ ننزل الخليط كله كده، ونبدأ نسويه. شايفين الطبقة كانت خفيفة ازاي؟ احنا عايزين القوام بتاعها كده. خلاص بقى أنا كده هبدأ أساوي الطبقة، وهبدأ أدخلها برضو شوية في التلاجة، عما نعمل تالت خطوة أو تالت طبقة معانا. وهبدأ طبعا ارجها كده عشان كل الطبقات تتساوى كويس جدا. تالت خطوة بقى هنعمل صوص شوكولاتة. ده صوص الشوكولاتة الاقتصادي، وده بديل، يعني ايه، بديل الكريمة وكده. معانا شوكولاتة وزبدة ولبن. معانا معلقتين من اللبن ومعلقتين من الزبدة، نحطهم على بعض. ومعانا 100 جرام من الشوكولاتة. ممكن لو حسيت ان الصوص هيبقى قليل شوية او يعني خفيف شوية نزود الشوكولاتة، مفيش مشكلة. هنبدأ نحطهم على البوتاجاز كده او في بخار مائي. هما دابوا بالشكل ده. ممكن كمان نسخن او نسيح الحليب والزبدة مع بعض ونحط عليهم الشوكولاتة هتسيح. هننزل بالطبقة التالتة بقى. وريت ما ننزلش بقى سخنة قوي، يعني نسيبها تبرد شوية. انا حطيتها كمان شوية في التلاجة، هي ما سقعتش طبعا ولا مسكت، بس عشان يعني ايه تهدى شوية. ونبدأ بقى نزينها بأي حاجة عندنا. انا بدأت ازينها سوداني مجروش كده، حرفيا كان مديها طعم خطير. ممكن نحط اي نوع مكسرات عندنا، بس ده السوداني سهل ومتوفر في البيت. بصوا بقى بعد ما نزينها بالسوداني او اي نوع مكسرات زي ما احنا قلنا، بس السوداني طبعا متوفر واقتصادي كمان عن اي نوع مكسرات احنا هنستخدمها. هنبدأ بقى نحط الطبق ده في الفريزر او في التلاجة على حسب ما انتوا عايزين. انا حطيته في التلاجة يوم كامل، ممكن نحطه كام ساعة ونبدأ ناكلها فيها، بس انا حطيته يوم كامل وده كان احسن لي. حطيته يوم كامل وكلته تاني يوم. شايفين بقى حلوة ازاي؟ طبعا الكاميرا ما صورتش وانا بطلعها واقطعها للاسف، فدي كانت غلطة مني. بس زي ما انتوا شايفين الطبقات عاملة ازاي متماسكة وما فيهاش مشكلة خالص، وشكلها يا جماعة بجد يجنن. الطبقة دي وانا بقطعها نزلت تحت كده، مش مهم هناكلها. بجد 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 السوداني ومع الطبقات كان مديها طعم خطير، لازم تجربوها. كمان البسكوت معاها حاجة بجد مش عارفة اقول لكم بجد طعمها. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو بتاعنا متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.